بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للمشاهدين الأعزاء ولفريق العمل، والتحية الأكبر لكم. العالم كله يمم نظره بانتظار ما سيصدر من باكستان، من طاولة المفاوضات التي تجمع الجمهورية الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية. وإن كانت تمهد لمفاوضات حتى اللحظة، لا زالت محكومة بما عرف بالرسائل المتبادلة التي ينقلها الوسيط الباكستاني، وهي تحولت حاجة تدعمها معظم دول العالم باستثناء الكيان الإسرائيلي، بعد أن يعني تحولت أزمة باب المندب لأزمة عالمية أثرت على أسواق الطاقة، ولم ينجح رهان أمريكا على حصار الجمهورية الإسلامية. بالعكس، إيران حولت مضيق هرمز من ممر مائي لورقة استراتيجية نقلتها إلى قلب القرار الاقتصادي العالمي، ونقلت إيران لموقع من يملي الشروط، والأمريكي بصورة من يتردد بقبول الشروط. لذلك كانت آخر الأخبار التي ترد من باكستان، حتى على لسان الأمريكيين ومن قلب الولايات المتحدة الأمريكية، أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة، وإن كانت يعني لم تنضج ظروف الوصول إلى تفاهم. فالمرحلة هي مرحلة إدارة أزمة، والعالم كله يحتاج لنوع من الاستقرار يرخي إيجابية على أسواق الطاقة، ويمنع الانهيار الاقتصادي الذي يرتد سلبا على الجميع. الرئيس ترامب ربما فهم حدود يعني حدود رهانه على إخضاع الجمهورية الإسلامية ومبالغته بالحصار الذي حولته الجمهورية الإسلامية من أزمة إلى فرصة حاصرت فيه الأسواق العالمية، ولم تبقى إيران بموقع المحاصرة. وإيران التي تكيفت مع الحصار منذ تحولها لجمهورية إسلامية، وتلقت كل أنواع الحروب، بدءا من حرب الوكلاء عبر نظام العراق السابق، أو حرب الحصار أو العقوبات أو حرب المخربين وما سميت الثورات المتنوعة، كلها زادت الجمهورية الإسلامية منها، حتى وصلت بالمعركة الأخيرة بعد استشهاد سماحة المرشد السيد علي الخامنائي إلى أن تتحول إيران قبضة حديدية تثبت أنها قوة عظمى لا يمكن التأثير عليها. وإن كان الحصار الاقتصادي ربما يؤثر على النمو الاقتصادي، لكن إيران بموقع وواقع جغرافي يعطيها أكثر من فرصة لتجاوز تلك العقوبات، وهي تكيفت مع واقع العقوبات حتى أنها اشترحت آليات لتجاوز ما سمي بالعقوبات التي يريد منها الأمريكي إخضاع إيران كما هي السياسة الأمريكية. بالمحصلة، الرئيس ترامب أعلن أنه أجرى اتصالات بمعظم قادة الدول، انطلاقا من المكتب البيضاوي الذي يشكل مكتب العمل حاكم يعني للرئيس الأمريكي، وشملت تحديدا قادة الدول العربية. وكان لرئيس الكيان العدو اتصال خاص نظرا لخصوصية المعركة حاليا وخصوصية المواجهة مع الأمريكي. لكن كان الملاحظ أن من لم تشملهم اتصالات ترامب هو لبنان، لا بشخص رئيس الجمهورية الذي دائما يفاخر بصداقته بالرئيس ترامب،
ولا رئيس الحكومة الذي قدم كل ما يريده الأمريكي، حتى أن حكومته تبنت ورقة الأعمال الأمريكية، والتي تقوم على خدمة الكيان الإسرائيلي، وإن كانت ضمن عملية تقاطع للمصالح على حساب السيادة اللبنانية. حتى أن يعني رئيس الجمهورية اللبنانية تجاوز الدستور الذي أقسم عليه من خلال تبنيه المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وبذلك تجاوزا للدستور ومخالفة لخطاب القسم، وفيه اعتداء على القانون اللبناني أو تجاوز قانون 1955 الذي يفرض عقوبات على كل أشكال التواصل مع العدو الإسرائيلي. وهذه المفاوضات ليست سوى أداة اتصال يحتاجها الإسرائيلي شكلا، ولن تغير بسياسة إسرائيل التي لم تخفيها أنها تستمر بحربها على لبنان، وأن هدفها هو إسرائيل الكبرى، والتي رفع خريطتها نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، وأن الإسرائيلي يريد لبنان حديقة خلفية حاليا له، ويريده معبرا باتجاه الدول العربية. استثناء الرئيس اللبناني ينم على التعاطي الأمريكي، خاصة مع من يخضع للشروط الأمريكية، أو أن الأمريكي يعتبر أنه هو أوصله وهو الضامن لمشروعه. سابقا كان يقال في علم السياسة أن إذا كان عداء الأمريكي مضني فإن صداقته مميتة. فاليوم انكشف هذا الواقع أمام قناعة عند الأمريكي، هو أن أي اتفاق يبرم مع السلطة اللبنانية لا ينفذ على الأرض. فالكلمة لمن يملك قرار السلاح، والكلمة للدستور اللبناني. والأمريكي يعرف أن أي اتفاق مع السلطة اللبنانية لن يؤمن للإسرائيلي ما يريده. وهذا ما تحدث عنه سماحة الشيخ نعيم قاسم عندما نصح السلطة اللبنانية أن تكف عن تقديم الهدايا للعدو الإسرائيلي. مؤسف أن بعض اللبنانيين لا يقرأوا في السياسة، لا زالوا يعيشون يعني بغربة عن الواقع السياسي. البعض يريد أن يحقق حلمه ومشروعه ويستعيد امتيازاته الموروثة من نظام الانتداب، والبعض الآخر يريد أن يحمي بقائه في السياسة، خاصة بعد سقوط النظام في سوريا. هناك الكثير من المواقف التي تبدلت وخلعت الأقنعة عن وجوهها، وتبين زيف وطنيتها وعروبتها. نعم، ليس فقط نحن في لبنان نعرفها، بل الأمريكي والجميع يعرف حجمها وقدرتها. لذلك الأمريكي لم يتصل بلبنان، لأنه يعرف أن السلطة اللبنانية لا تمتلك قرارها، والسلطة اللبنانية ليست سوى أداة تنفيذية بشكل تشكل يعني أداة مهمة بخدمة المشروع الأمريكي، تعيش على الدعم الأمريكي، وبذلك تكون قد تحولت عبئا على راعيها الأمريكي. والسياسة الأمريكية براغماتية. من يريد أن يتجاهل الماضي عليه أن يعيد النظر ويكرر مشهد لا زال مألوفا في أفغانستان، كيف ترك الأمريكيون من معهم، وفي لبنان بانتفاضة 6 شباط 84 كيف تخلى الإسرائيليون والقوى المتعددة الجنسيات عن اليمين اللبناني، وكيف أخرج اليمين من السلطة. وباللحظة التي دخل فيها لبنان بالاتفاق الكبير بعد الحرب الخليج الأولى، عاصفة الخليج الأولى، والتي أسست لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان وتحول دستورا
قضى على كثير من الحجم المتورم الذي حكم وتحكم بلبنان.